لا بحولك ولا بقوتك هتعمل حاجة. تبرأ منهما، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يا رب أنا حاولت كتير، يا رب أنا مش فالح، يا رب أنا من غيرك هضيع، يا رب، يا رب أعني على غض البصر يا رب. استعن بالله. بعمل كده وما بيحصلش حاجة، كمل استعانة بالله. انت مش مسؤوليتك امتى يفتح لك. كن على الباب، من أدمن طرق الباب ولج. هتخبط كتير هيتفتح لك، هتخبط خبطتين مش هيتفتح لك، تسيب الباب وتمشي في داهية، في داهية. انت مستني حد يعني يجي يطبطب عليك يقول لك ارجع على الباب؟ في داهية. المرة اللي فاتت قلنا لكم هؤلاء في النار ولا أبالي. فانت يا ابني مالكش غير انك على الباب، مالكش غير كده. هتشوح بقى وتمشي وتسيبك من الباب في داهية. أحد العارفين آنس من قلبه ليلة قسوة، خرج كالمجنون في الطرقات ينادي أين قلبي أين قلبي. فبينما هو كذلك رأى صبيا صغيرا يطرق بابا ويقول أمي أمي افتحي لي، ولا أحد يجيب. والصبي يبكي ويقول افتحي لي يا أمي، ولا أحد يجيب. فمضى الصبي وجلس الرجل ينتظر يرى ما يفعل بهذا الصبي، حتى ساعة متأخرة من الليل عاد الصبي وهو يبكي بكاء شديدا، وطرق الباب مرة أخرى وقال أمي أمي افتحي لي. ذهبت لكل أحد فلم يفتح لي أحد. ففتحت الأم الباب وأخذت هذا الصبي والتزمته وبكت وقالت أنت من حملني أن يفعل ذلك لعصيانك لي. فصاح الرجل وجدت قلبي. فهمتوا؟ من أدمن طرق الباب ولج. انت اقعد خبط يا رب انا ضايع يا رب، انا من غير رب ولا حاجه، انا جربت كل حاجه، انا جربت برامج التعافي من الاباحه يا رب، وجربت ما بقولش خد بكل الاسباب يا رب، انا هضيع لو انت ما سل الله عز وجل. كذلك مما يعينك على غض البصر رجال ونساء انك تقفل الباب ده تماما، تقفل الباب ده تماما. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا من مجالسنا بد. ركزوا يا جماعة، أنا مش مهم بقية الحديث، هو طبعا في بداية الحديث بيقول إيه غضوا البصر يعني. ركزوا في بداية الحديث، قال لهم ما حدش يقف في الطريق. فلما قالوا له مفيش مفر دي مجالسنا، قال لهم طالما مفيش حل غير كده يبقى اعطوا الطريق حقه كذا وكذا وكذا وكذا. كأن يا جماعة أول العلاج إياكم والذهاب للأماكن الفلانية، إياكم والجهاز اللي في إيديكم، إياكم وكذا، إياكم وكذا، إياكم والجلوس على الطرقات. ده أول الحل. ابعد عن مواطن الفتن. فاحنا مش جايين نطبطب. لو الجهاز اللي في ايدي ده يا ابني هيوديك نار يولع الجهاز. اصل بقى الواتساب والايميل والشغل اتشقلب ويوجد البدائل. اتشقلب. اصل اللي انت بتقوله ده كله يعني ما اعتقدش انت شايفه ده تمن للنار، يعني ما فيش مشكله قشطه في الاخره نار، بس الواتساب يا شيخ يعني اسيب الواتساب وانت عارف ان الجهاز ده طول ما هو في ايديك موديك في داهيه. اباحيات ومقاطع على التيك توك والمراسلات بين رجال ونساء وصور بتتبعت وقرف وتواعد على زنا
يا ابني ارجع عادي بتليفون عادي بزراير بتاع زمان. اصل يجي الواتساب يا اخي يولع الواتساب. واتساب ايه وبتاع ايه وايميل ايه وشغل ايه ارمي الجهاز. بسيطة جدا. اياكم والجلوس على الطرقات، ده اول الحل اصلا. فلما بقى مجالسنا وما لنا بد منها لما كانت كده قال لهم اعطوا الطريق حقه. لكن احنا حد يقدر يقول صادق مع نفسه يقول ما لي بد من هذا الجهاز؟ كلها يعني معظمها، عفوا مش كلها بس معظم احتياجاتنا من هذا الجهاز هيافات يمكن الاستغناء عنها، معظمها. طب والحاجات اللي فعلا مش عارف ايه ممكن ايجاد بدائل، ممكن. طب ما لقيتش بقى بدائل ومش عارف ايه، خلاص انا ليا ساعه واحده في اليوم بفتح الجهاز ده وبقيت اليوم تليفون عادي جدا، تليفون بزراير وشكرا على كده وما مش عايز حاجه تانية. انا عاوز ادخل جنه، انا عاوز ادخل جنه، انا مش عاوز اروح نار، انا مش حمل النار. فالبعد عن مواطن الفتن. فما تجيش تقول لي انا يا شيخ مش عارف اغض بصري. طب يا حبيبي انت امبارح الخميس بالليل كنت فين؟ اصل يا شيخ ده يوم الخروج بتاعنا انا واصحابي في الدفعه غض بصر اللي بتتكلم عليه. ما تقعد في بيتك وليسعك بيتك. هقعد في البيت اعمل ايه؟ ما فيش حاجه تعمل. وابكي على خطيئتك، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اقعد يا ابني شوف كده ذنوب الاسبوع، مش ده نهايه الاسبوع بتقول لي؟ اقعد بقى يوم الخميس كده في بيتك وحط قدامك ذنوب الاسبوع واقعد عيط، اقعد عيط في بيتك يوم الخميس ده. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني ما قابلش اصحابي يا شيخ؟ يا عم قابل اصحابك بس مش في المكان الفلاني اللي انت عارف انك لما تروح هتطلق فيه البصر. ليه يعني؟ جاءتك منيتك وانت على ذلك فرحان دلوقتي. وانا بقول لكم يا جماعه اهو، كل واحد من الشباب اللي قاعدين عنده حكايته الخاصه لشاب يعرفه مات وهو قده. انا بقول لكم كده، يعني كل واحد قلب في دماغه والله ده ابن عمي مات، والله هو مش عارف عنده كام سنه، والله ده صاحبي مش عارف ايه. ما يمكن انت قصه بكره مش بكره، يمكن انت قصه دلوقتي. يعني ايه الامل؟ ما يمكن ملك الموت معانا يا جماعه وفي واحد فينا مش هيخرج على رجله، يمكن انا. فايه الامان اللي احنا فيه ده يعني؟ ليه تروح المكان اللي فيه اطلاق بصر؟ ليه وعارف ان فيه كذا وكذا وكذا؟ وقد يكون ده اصلا اللي موديك هناك، بس انك متدين ما تعرفش تقول ده بقى ظاهرك التدين يعني، ما تعرفش تقول ده بلسانك، بس انت رايح هناك عشان كده. اقعد في بيتك. طب واصحابي؟ اقعدوا في اي بيت، اقعدوا في اي حاجه، روحوا اقفوا في الصحراء. ايه عاوز اصحابك؟ روحوا الصحراء، اقعدوا في الصحراء، قضوا الخميس في الصحراء يا شيخ بس ايه اللي تقول؟ ما هي يا جماعه كده، ما هي جنه ونار يا جماعه. يا جماعه انا مش جاي اطبطب، هي جنه ونار وجيم اوفر، يعني جيم اوفر ما فيش رجوع يعني ما فيش ايه هعيد الليفل تاني، ما فيهاش دي، خلاص انتهت. عارفين لو فيها اعاده يعني ممكن نقول لك خلاص يعني جرب، ولو عديت ما عدتش ما في تحسين، ما فيش تحسين. فانت بتغامر بايه؟ فيبقى من علاج اطلاق البصر اياكم والجلوس على الطرقات، اياكم وانك تروح المول الفلاني، اياكم وانك تروح السبوت الفلاني، اياكم وانك اياكم والجلوس على الطرقات، اياك والجهاز اللي في ايديك. اخلص مش عارف تخلص خالص، يبقى تدير الموضوع ده زي ما قلت لكم كده، ساعه في اليوم. وزمان ايام الكمبيوترات ما كانتش بقى الاجهزه بتاعك، كنا نعمل ايه؟ الكمبيوتر ما فيش حاجه اسمها كمبيوتر مثلا في الاوضه، لا الكمبيوتر في الصاله وفي مكان واضح، يعني مش يعني يبقى الشاشه للصاله نفسها ماشي. فاعمل ده لنفسك.